هعمل معاكم بقى اكله النهارده. بنعملها كده بتبقى ساندة في التلاجة. لازم نعملها كل فترة كده، نحط كام كيس في التلاجة اليوم اللي محتارين فيه، نعملها مع شوية رز بشعرية ونزق اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. عملت معاكم النهارده كفتة رز خطيرة خطيرة خطيرة، طبعا كلنا بنحب ناكلها وهي محمرة. عملت نص كيلو لحمة، عليه نص كيلو رز، عليه ربطة خضرة، عليه توابل شطة وملح وفلفل وبهارات، السبع بهارات، وعملتهم وبصلاية وراس توم، وضربت كل دول عملتهم عند الجزار، ضربتهم في بعض في المفرمة، وبعدين جيت زي ما انتوا شايفين صبعتها وحمرتها، وبعدين بسبك اللي بعمل لها تسبيكة كده بصلاية بمعلقة سمنة، واروح جايه متصفره البصله بس كده مشوحاها لحد ما تصفر معايا، وبعدين احط الطماطم تتسبك واحط فيها ملح وفلفل وبس كده. اكله جميله وسريعه جدا، وبنعملها تسند جنبنا كده وتعدي الاسبوع معانا يوم في التلاجة. مش هقولك طبعا ان احنا بنعملها كل اسبوع، بس كل فتره كده بتهف على نفس الواحد، فلازم ان احنا كل فتره نعملها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. عملتها معاكم بطريقة خفيفة وجميلة. الفيديو دوت مش من اوله، انا صبعتها من الاول، ومرة عملتها عندي في الكبة ووريتها لكم قبل كده، لكن دي حمرتها بس وعملتها كده قدامكم، وعملت لها التسبيكة بتاعتها. اكلة مفيش اسهل ولا اسرع من كده، خطيرة مع شوية رز بشعرية، هتاكلي صوابعك وراها بالهنا.